ما كنتش اتوقع اني لما انقعه في الميه هتطلع معايا كده. انا مش بس ضعفت الكميه، انا عملت كفته هشه وطريه ومطاطيه، ودي اهم مواصفات كفته الحاتي الجاهزه. وكده بقى هتعملي ألذ كفته برغل ممكن تجربيها. نص كوبايه من البرغل غسلتها ونقعتها في كوبايه ميه، نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه مبشوره بدون ميه، حطيت فلفل احمر واخضر مفروم او هريسه شطه اللي عندك، نزلت بالبرغل المتصفي، نص معلقه من التوم على الجنزبيل اللي احنا فرزناه مع بعض، حط توابل كفته، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، وملح وكزبره وجنزبيل. كفته البرغل بتحتاج بهارات ازيد طبعا من كفته اللحمه الصافي، وطبعا كله حسب ذوقك. جبت بقى كاتشب او صلصه مع ميه البصل وهبتدي اصبع بيهم. صبعتها ميني صغيره كده بتبقى لذيذه قوي لان ما كانش فيها دسم كتير. حطيت معلقه من السمنه وبقيت ميه البصل ودخلتها على فرن اعلى درجه حراره. مفيش 30 دقيقه كانت استوت. لما طلعت اديتها فحمايه عشان تحسي انها مشويه